السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيبي في كل مكان؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. النهاردة هنعمل مع بعض تونة جميلة وكانت طعمها خرافة. طريقة سهلة وبسيطة. هنجليها مع بعض دلوقتي. احنا بننضفها اهو زي ما انتوا شايفين. طبعا تنظيفها الكل عارف تنظيف التونة. زي ما انتوا شايفين اهو انا بنضفها دلوقتي. التونة ديت كانت جميلة، دي من النوع الأصلي. برضو في من التونة دي منها نوعين. دي التونة الأصلية طبعا بتلاقوها مدورة كده وزي ما انتوا شايفينها بطنها نظيفة اهو. التونة اللي مش أصلية بتبقى لونها غامق شوية عن كده، مش بتبقى كويسة. دي الدهنة صافة اهي، بطنها كان نظيف خالص اهو زي ما انتوا شايفين معانا. انا بنضفها معاكم اهو. مش تنسونا يا جماعة في اللايك والاشتراك، عشان هانت ان شاء الله جربنا نوصل للشرط الاول اللي هو ان 1000 مشترك يعني. ان شاء الله بوقفتكم معانا هنوصل باذن الله. ربنا يا رب يبارك فيكم ويخليكم ولادكم يا رب. احنا لو مش انتوا معانا مش كنا وصلنا لحد هنا. دلوقتي زي ما انتوا شايفين انا نضفت اهي. طبعا لازم تغسليها كويس اهو زي ما انتوا شايفين معانا اهو. بنعيد عليها مرة واتنين يا جماعة، المية تنضف خالص. هنعمل معاها رز احمر برضو بطريقة سهلة وبسيطة. وهقولكوا لو الطماطم فيها خضرة يعني مش حمرة هنعمل ايه برضو عشان الرز يبقى احمر وحلو كده. هقولكوا على السر، وخليكم معايا في الفيديو اللي يوصل في الفيديو لحد هنا. مش نسينا في الاشتراك واللايك عشان نكبر بيكم باذن الله، وقلنا رايكم برضو في التعليقات. احنا هو بننضف معاكم التونة اهو كويس. لازم نعيد عليها مرة واتنين وتلاتة عشان بس الزفارة زي ما انتوا عارفين اهو. كانت طعمها جميل والله خالص، جربوها ان شاء الله مش هتندموا اهو يا جماعة. بالله عليكم كملوا الفيديو للاخر عشان نسبة المشاهدة تزيد معانا. احنا جربنا نوصل للشرط الاول بس برضو مش هنقدر نوصل الا بنسبة المشاهدة اهو زي ما انتوا شايفين معانا. انا كنت دي تاني مرة اغسلها، وهعصر عليها ليمون برضو وهوريها لكم دلوقتي. وهعيد عليها برضو كمان مرة بعد المرة دي اهو لحد ما المية بتاعتها تنضف خالص اهو. زي ما انتوا شايفين معانا اهو. لازم حاجة السمك دي وحاجة الفراخ والحاجات دي تنغسل كويس اهي. شوفوا ميتها رايقة وحلوة ازاي. هنصفي المية دي وهنعصر عليها ليمون زي ما انتوا شايفين معانا اهو. 3 4 ليمونات كده مش تبخل عليها. وهحط عليها شوية ملح اهو. طبعا في الوقت ده انا هسيبها بالليمون والملح شوية اهو زي ما انتوا شايفين معانا اهو. زي ما انتوا شايفين معانا احنا نزلنا بالملح اهو. ودلوقتي هنحط معلقتين خل اهو، وهنسيبهم شوية ينتجعوا كده بالليمون والخل عشان برضو لو فيها دم فيها اي حاجة تنزل. الليمون بيديها طعم حلو بيحش الزفارة برضو. وطبعا دي الخلطة اللي هنحشي بيها توم قرن فلفل شطة وفلفل بارد وشوية كزبرة ناشفة وشوية كمون وملح بس. وهنفرمهم ناعم زي ما انتوا شايفين اهو. وهنحشي دلوقتي بطن التونة زي ما انتوا شايفين معانا. وهنسيبها في الحشو دي نص ساعة في التلاجة كده عشان تشرب برضو من التتبيلة اللي انا عاملاها لها دي.
وتيجي تجلي التونة تلاقي ريحتها كويسة وطعمها جميل اهو. انا رشيت برضو شوية على وشها من فوق كده وهسيبها شوية. دلوقتي احنا هنعمل مع بعض الطماطم اهو اللي انا هفرمها للرز. طبعا زي ما انتوا شايفينها كانت لونها كانت يعني خضرة كده زي ما انتوا شايفين اهو. فهعمل ايه، هاخد قطعة بنجر كده زي ما انتوا شايفين، وهفرمها مع الطماطم. دي السر اللي قلتلكوا عليه، هيحمر الطماطم معانا، هيديها لون جميل خالص. مش بغير طعم الطبيخ يا جماعة، البنجر مش بغير طعم الطبيخ خالص، وبديها لون كويس، وبتبقى حلوة خالص احسن من الفلفل اللي بيحطوه. هتشوفوها معانا دلوقتي. انا دلوقتي ديت البصله هي حمرتها ونزلت عليها بمعلقه من الخلطه اللي انا عاملاها للتونه. طبعا بتدي طعم الرز طعمه بجميل خالص. جربوه ان شاء الله مش هتندموا. اهو انا نزلت بالطماطم، شفت الطماطم دلوقتي البنجر برضو مديها لون كويس ازاي، ومش بغير طعم الصلصه خالص، وبتبقى جميله. مش تغلبوا يعني الطماطم حداكوا مش حمرا، بتحطوا قطعة، والبنجرة بتاخدوا منه قطعة صغيرة، وبتسيبوا الباقي في شنطة كده في الكيسة في التلاجة. مش بجرالها أي حاجة لو قعدت شهرين، مش بجرالها أي حاجة، بتاخد القطعة وهي مش بتبوظ ولا أي حاجة. اهو دلوقتي انا كنت حاطه الدقيق زي ما انا قلت لكم قبل كده، انا بحط عليه معلقه كركم او حطيت عليه شويه كمون وشويه ملح. وانا لما بحشي التونه بتحطوا يا جماعة حبة دقيق في بطن التونة على الدقة كده، بتخلي التونة مش تنهري منكي، وبتدنها الحشوة في بطنها مش بتنزل في الزيت. اهو زي ما انتوا شايفين اهو. اهو زي ما انتوا شايفين معانا. وقلنا يا جماعة رأيكم في التعليقات لو وصلتوا للفيديو لحد هنا. مش تنسونا في الاشتراك وعملنا لايك عشان نكبر بيكم ان شاء الله ونكمل ال1000 مشترك. ربنا يجبر بخاطركم يا رب. اهي التونة قدامكم اهي، كانت نظيفة جدا، وكانت والله جربوا الطريقة دي مش هتندموا. دلوقتي الخلطة اللي انا كنت عملت عشان احشي التونة سيبت منها زي ما انتوا شايفين كده اهو. وقطعت طماطم وهحطها عليها، وهحط عليها معلقتين زيت من اللي في هحط عليها معلقتين زيت من اللي في اللي بجلي بالتونة اهو. هتشوفوها معانا اهو. وهنعمل دي الخلطة دي عبارة عن توم الفلفل اللي انا قلتلكوا عليه، اللي انا كنت خدت منه للتونة اهو. وهحط عليها الطماطم واسيبها ما تتسبك خالص في بعض، وبعد ما اخلص التونة هرشها عليها. دلوقتي كانت الطماطم السباكة شفت لونها كانت تحفة خالص. مش تحملوا هم ان الطماطم تكون حمرا ولا مش حمرا، زي ما انا قلتلكوا قطعة البنجر بتديها لون كويس خالص، ومش بتغير طعم الطبيخ يا جماعة والله، مش بتغير طعمه. احنا كنا زودنا المية اهو، غلت ونزلنا بالرز اهو زي ما انتوا شايفين معانا. طبعا الرز ابو طماطم مش بتكتر الجهد بتاعه، وهو بتشرب كده بتوطي عليه عشان مش يلتسع منكي من الجعر اهو. دلوقتي كان الشرب اهو انا بقلبه، مش افتكروه معجون ولا اي حاجه يا جماعه، هو كده بيبقى كده في الاول، ولما يستوى انا هوريهولكم هو كده في الاول عشان هو دي بطماطم، وطبعا بيبقى كده. فهنغطي عليه، وشفتوا لونه كان تحفه ازاي، كان جميل خالص اهو. ودلوقتي التتبيله اللي انا هحطها على التونه جربت تتسبك اهي اهو. هنغطي عليه ما يشرب خالص. ودلوقتي وطينا عليه برضو، والتونه اهي انا بحط من التتبيله ديت. جربوها والله كانت جميله خالص يا جماعه، وهتعجبكم باذن الله. وطعم التونه كان خرافه، وهي طبعا من النوع الحلو اهو. يا رب وصفاتنا بس تعجبكم، والطريقه اللي احنا بنعمل بيها تعجبكم اهو. خلصت التونه اهيت، ودلوقتي هوريكم الرز برضو اهو. الرز معانا اهوت اتشرب ومفلفل وجميل خالص اهو. ربنا يجعله بألف هنا وشفا يا رب على قلوبكم. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم يا رب. دلوقتي هنغرف مع بعض اهو. وصفة سهلة وبسيطة
وكانت طعمها خرافة خالص. أنصحكم تجربوها، ربنا يجبر بخاطركم يا رب. اهو كانت طعمها جميل خالص، وتونة كانت بيضة وحلوة خالص اهي، ومع ألف سلامة.